بيبدا الفيلم النهارده في منشاه عسكريه بيستعدوا عشان ينقلوا حموله غامضه، وبيظهر عروسين واقفين على الطريق بيحتفلوا بجوازهم وبيركبوا العربيه وبينطلقوا. والجنود بيكونوا ماشيين وفجاه بتظهر قدامهم عربيه العروسين وبتدخل فيهم، وبتكون الحادثه كبيره والشحنه بتكون طارت بعيد وفي جنود بيقربوا منها. والقائد بيكلم المركز بيقول لهم انهم عملوا حادثه كبيره ومحتاجين اجلاء طبي، وبتساله عن حاله الشاحنه فبيبص لها بيقول لها انها متضرره. والجنود بيقربوا منها وبتقول له اعملوا اخلاء فورا للمنطقه، وبيقول للجنود يلا. بس بيهجم عليهم الزومبي اللي كان جوه الشاحنه ومش بيتاثر بالرصاص وبيخلص عليهم كلهم. والقائد بياخد معاه واحد وبيهربوا وبيقعدوا يجروا، والجندي بيقول له يقف والقائد بيقول له لا لازم نكمل هو قريب، ويسمعوا صوت حواليهم وبيكونوا خايفين لحد ما بيمشي. والقائد بيقع وبيضرب نار بالغلط، بس بيظهر الزومبي فجاه وبيخلص على الجندي. والقائد بيحاول يضرب عليه نار بس بيفادي الرصاص وبيخلص عليه هو كمان. وبيصحوا تاني يوم وهم زومبي وبيستعدوا عشان يروحوا على المدينه. وبيتر سكوت هو شغال في مطعم والتلفزيون بيتكلم عن مرض الزومبي وانه انتشر في لاس فيجاس، وفي اقتراح من الرئيس انهم يرموا قنبله نوويه منخفضه المفعول على لاس فيجاس بعد 4 ايام. وبيجي اتنين وبيطلبوا يشوفوه وبيقعدوا وبيتكلموا وبيقولوا له مش عيب واحد زيك ينقذ وزير الدفاع ويحصل على وسام الحريه ويشتغل في مطعم. وبيقول له انا ليا 200 مليون دولار تاخذنا تحت شارع لاس فيجاس ستريت وعايزك تجمع فريق عشان تخرجوها، وفي المقابل هتاخدوا 50 مليون دولار تقسموها مع بعض انت وفريقك، وقدامك 96 ساعه عشان تنفذ المهمه واستنى منك رد بالليل. وبيديله مخططات المكان والخزنه وبيمشي. بنروح لمخيم في لاس فيجاس وبيستعدوا للاخلاء، وبتدخل كيت تسلم على طفلين اللي بيفرحوا لما بيشوفوها، وبتيجي امهم تتكلم معاها وبتقول لها توعديني لو حصل لي اي حاجه تتاكدي ان عيالي يخرج من هنا. وبيشوف المهربه وبتكون غينا عايزه 5000 دولار عشان تقدر تهرب عيالها، وبتقول ان المهربه بتدخل الناس صالات القمار عشان يكسروا آلات الفلوس وبترجعهم تاني. وكيت بتقول لها اللي بيروح هناك مش بيرجع، بتقول لها لازم اخاطر عشان خاطر عيلتي. وبيشوف سكوت مراته قدامه وهي متحوله لزومبي وبيكون مصدوم وبيروح لها وبيكون عايز تهجم عليه وبيتملك نفسه وبيخلص عليها وهو حزين. وكيت بتشوف امها وبتقعد تعيط وبيفوق سكوت من الحلم وبيشغل النور وبيقع الوسام اللي حصل عليه وبيكلم بلاي وبيقول له انا قبلت العرض. بيعرفه بلاي انه محتاج طيار وخبير خزنه وانه هيبعت له العنوان ويكون جاهز على 4 العصر. وبتظهر ماريا وبتكون شغاله في مركز تصليح وبيروح لها سكوت، واول ما بتشوفه بتفرح وبيقعدوا يتكلموا وبيعرض عليها تيجي مع المهمه وتكون متردده في الاول وبتقول له احنا ممكن نموت، فبيقول لها احتمال الاكبر ان احنا نموت او شويه اننا يموتوا. بيروحوا الفان وبيكون شغال مدرب سباحه وبيقعدوا يتكلموا معاه وبيعرضوا عليه يجي معاهم وبيقول لهم ان المهمه صعبه بس بيوافق في الاخر. بيتحركوا عربيه واحده في الفريق باترز بيكون كابتن طيار وبتشوفهم وبتكون مبسوطه وبيقول احنا بنجمع فريق عشان نعمل مهمه والمقابل مليون دولار في اليوم. فبتوافق وبيقول لها مش عايز تعرف المهمه، بتقول لهم انا كده كده بكره حياتي ولو معايا مليون دولار الوضع هيكون احسن. وبيروحوا لمايكي منشئ محتوى على اليوتيوب ومحتواه عباره عن ان هو بيقتل زومبي، وسكوت بيعرض عليه يجي معاهم وهياخد 500,000 دولار وبيوافق على طول. وبيتحرك سكوت مع ماريا على محل اقفال وبيقابل ديتر وبيعرض عليه 250,000 دولار مقابل انه يجي معاهم وبيوريه مخطط الخزنه وبيشوفه وبيوافق. وبنشوف سكوت وهو بيجهز سلاح وفان بيكون بيحفر في الصحراء وبيخرج برميل فيه اسلحه، وماريا بتروح مخزن وبتجهز نفسها هي كمان وبيتجمعوا. ومايكي بيجيب 2 صحابه معاه دايمون وتشامبرز وبيقول سكوت هدفع عن اجرهم، وبيقابلوا بلاي وبيشرح لهم الخطه وبيقول لهم ان قدامهم 32 ساعه عشان يدخلوا ويخرجوا. وليتر بيقاطعهم وبيسالهم ازاي نقتل الزومبي وهم اصلا المفروض ميتين، فبيقولوا لازم تستهدف الدماغ. وبيكمل بالليل الخطه بيقول لهم لما يوصلوا الكازينو يشغلوا المولد وهيلاقوا الخزنه تحت البر. اول ما يفتحوها تكون باترز مالت الطياره اللي فوق المبنى بنزين عشان يهربوا بيها، وكل ده لازم يحصل قبل ما القنبله تترمي. ودايمون بيعترض وبيقول لمايكي ما كنتش عارف ان احنا هنحارب زومبي وبينسحب. ورئيس امن بلاي بيعرفهم بنفسه بيقول لهم انا اسمي مارتن انا هكون معاكم في المهمه بكره لو احتجتوا اي ادوات قولوا لي. وسكوت بيروح لكيت بنته عشان يطلب منها المساعده وبتكون رافضه تتكلم معاه وبيقول لها انه هيكسب 15 مليون دولار وهي تقدر تساعد الناس وترجع لدراستها. بيجهزوا نفسهم تاني يوم وبتيجي كيت بالاتوبيس عشان تدخلهم. وفي الاتوبيس مارتن بيحاول يتكلم مع تشامبرز بس بتصده وبتقول له مش واثق في الناس اللي زيك. ومايكي بيضحك عليه. بيوصلوا لليلي المهربه عشان تدخلهم، وديتر بيكون مش عارف يتعامل مع الاسلحه وفان بيكون جاب اخره منه. وكيت بتسمع صوت بكاء وبتلاقي الاطفال بيعيطوا عشان امهم مشيت. وبتروح تضرب ليلي وبتقول لها ازاي تدخليها وهي عندها اطفال، وبتقول لها انا ما كنتش اعرف ان عندها اطفال. وبتسالها لو شافتها وهي بتموت، بتقول لها لا انا كنت واقفه بره ومحدش خرج منهم. وبتكون غيتا راحت هناك عشان تجيب فلوس وتخرج عليها من الحجر الصحي. بتقول لهم خلاص انا هروح معاكم. وسكوت بيرفض وبيقول لها هاتي اوصافها واحنا هندور عليها، بس بترفض وبتقول له هاجي معاكم وتحميني او هتسلل لوحدي واموت. فبيضطر يوافق وليلي بتقول لهم لازم نضيف واحد كمان. وسكوت بيكون رافض ويقول لها عدد الفريق بقى كبير جدا. وبتقول لي بيدرت عايز تكسب 20,000 دولار، فبيوافق يروح معاهم. وكيت بتكون متضايقه وبيمسك المنشار وبيقعد يضايق فيها. وفان بيجي له بيديله البنزين وبيقول له ابعد عن المنشار بتاعي ومالكش دعوه بكيت. وبيدخلوا المدينه وبيقعدوا يتمشوا. بيوصلوا لاخر مكان كان فيه شرطه وبيسمعوا صوت وبيستخبوا ورا العربيات وبيظهر قدامهم نمر متحول بيقعد يلف وبيمشي. وبيخرجوا ليلي بتضرب نار على بيدرت عشان تعمل معاهم مقايضه عشان يخشوا لهم دلوقتي في مملكتهم، والنوع ده منظم وذكي جدا وسريع وبيسمعوا صوت وبيستخبوا ورا العربيات. والزومبي بيوصل وبيدرت بيقعد يستنجد بيهم عشان يضربوا عليهم نار. والزومبي بتقرب منه وبتسيبه وبتقرب من مارتن وبيجي زومبي وبيشده من رجله وبيمشوا كلهم. وبيدرت بتكون عايزاهم يسيبوا مارتن يموت لانهم اكيد زارعين ما بينهم عشان يسرق الفلوس ويهرب.
وبنروح لبيدرت وبيقعدوا يشدوه على الارض، بس فجاه حد بيعمل صوت والزومبي بيهدى وبيكون الملك، وبيحاول يتكلم معاه بس الملك بيسكته، بيبان ان دي زوجته وحامل. وديتر بيشوف زومبي وبيصرخ، واللي بتقول انهم كده في سبات ومحدش يلمسهم، وبيمشوا ما بينهم بالراحه، وكل واحد بيعدي بيسيب ضوء وراه. وتشامبرز بتقول لمارتن انا هفضل وراك عشان اراقبك، وبيتضايق منها وبيغير مكان الضوء عشان الزومبي يخلصوا عليها. وبتشوف الضوء وبتتحرك وسط الزومبي، وبتخبط في واحد وبيبداوا يتحركوا، وبتخلص عليه والتاني والتالت، وبتكمل والطبق بتقع والزومبي بتجمع حواليها وبتفتح عليهم النار، وبيتلموا حواليها بس بتخلص عليهم بالسكينه. وبتطلع المسدس وبتكمل، ويكون عددهم كبير، وبتقعد تضرب عليهم، ومارتن بيروح يقفل الباب عليها وبتشوفه وبتضرب عليه نار، بس بيكون الذخيره خلصت. وفي زومبي بيظهر قدامهم وبيضربوا عليهم، ومايكي بيسال مارتن عن تشامبرز، بس انا كنت فاكرها ورايا. فجاه الازاز بيتكسر وبيكون تشامبرز والزومبي بيكون كتير حواليها، وهي بتحاول تقاوم ومارتن بيهرب، ومايكي بيحاول يساعدها بس بيتلموا عليها وبتقول له يهرب وبياكلوها. ومايكي بيبقى واقف مصدوم وبيضرب طلقه في البنزين، وسكوت بيجيله وبياخده وبيجروا، وبيوصلوا قدام الكازينو وبيدخلوا وبيقابلوا كام زومبي وبيخلصوا عليهم. وكيت بتقول لليلي مستحيل تكون غيتا عايشه مع الوحش دي، بتقول لها ما تفقديش الامل، في واحد ضاع مننا ولقيناه بعد 3 ايام. وبيلاقوا مخططات هناك، وبيعرفوا ان كان في فريق قبلهم هنا، وبيسالوا مارتن لو يعرف حاجه، بيقول لهم اول مره اسمع الكلام ده، وبيكون الكل شاكك فيه، وبيقسموا نفسهم عشان ينجزوا. وباترز اول ما بتشوف الطياره بتقول دي خرده. ومارتن وليلي بيكونوا بيأمنوا المكان بره، وبيسالها لو ضربت غيتا طلقه في رجليها وسبتيها، فتتعصب عليه بتقول لها مش بسيب حد غير لو مضطره، وبيريت كان بيعامل الستات وحش في المخيم ويستاهل، وانك لو فكرت تغدر بينا هديك رصاصتين في عينك. وبنروح لسكوت وبنته بيكونوا بيتكلموا مع بعض، بيقول لها انا ماليش دعوه باللي حصل لامي، وانا كنت بحبها بس اضطريت اقتلها عشان كانت متحوله لزومبي. وبتقول له انا عارفه انك كان لازم تعمل كده، انت كنت بعيد عني، ما كنتش حتى بتتصل تسال عليا، وبقول انت كنت بتفكريني بيها، انا اسف وانا بعمل كده عشان احاول اصلح اللي حصل، ونخش جامعه ونفتح مطعم ونعيش سعداء سوا. فبتقول له انا اسفه انا بكرهك بقالي كتير فهحاول. فبقول لها فاهم. وبيشغلوا المولد وبيقابلوا شويه زومبي، وفي واحد كان هيخلص على ديتر، ومايكي بيلحقه، وفي واحد بيزر ورا مايكي وديتر بيخلص عليه. وديتر بيفرح وبيقعد يرقص. بيروحوا لعند الخزنه بيلاقوا جثث هناك لفريق كان قبلهم، وبيفجروا الباب، والزومبي بيروح عند الصوت وبتوصل ملكه الزومبي، والملك بيروح عند مجموعه البنات ومنهم غيتا. وملكه الزومبي بتحاول تقرب ناحيتهم بس بيسيبها، وبيهجم عليهم زومبي وبيحاول يضرب عليه نار وبيفاديه وبيمسك فيه وبيكون هيخلص عليه، بس ليلي بتفجر دماغه. وملك الزومبي بيسمع صريخ مراته وبياخد واحده من البنات، ومارتن بيقطع راسها. وفان بيروح يجيب زومبي عشان يقع في الفخ، بس بيكون الزومبي هيهجم عليهم وبيخلصوا عليه، وبيروح يجيب غيره وبيمسك ايد زومبي وبيرميها قدامه عشان ياكلها، وبيمشي وراها وبيقع في الفخ الاول والتاني. وريتر بيقول له كده خلاص، بس بيطلع في فخ تالت. وبيترز بتشغل الطياره بس المحرك بيبوظ. بيكونوا قاعدين قدام التلفزيون وبيعرفوا انهم بدروا ميعاد القنبله 24 ساعه وان قدامهم اقل من ساعتين. وسكوت بيكلم بيترز وبيعرفها بموضوع القنبله وبيسالها على الوضع عندها، ومش بترضى تقول له حاجه. وبينزلوا تحت وديتر بيتعصب عليهم عشان عملوا صوت، وبيعرفهم ان الخزنه ليها 4 محاولات بس وهتقفل الابد، وهو عمل منهم 3 محاولات وباقي له واحده بس. وبيسالوه قدامك قد ايه، بيقول لهم 30 دقيقه. وملك الزومبي بيروح عند جثه مراته وبيحزن عليها وعلى اللي في بطنها، وديتر بينجح يفتح الخزنه وبيكون مبسوط، وبيقول لفان يلف العجله وتبقى الخزنه مليانه فلوس، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيقعدوا يعبوا الفلوس في الشنط. وملك الزومبي بيرجع بجثه مراته وبيفتح بطنها وبيخرج الجنين وهو ميت وبيغضب جدا. وماريا بتكون حزينه، وسكوت بيتكلم معاها وبتكون مش عايزه تحكي حاجه، وبيضغط عليها وبتقول له انها جت هنا مش عشان الفلوس وافتكرت ذكريات من الماضي. وسكوت بيقول لها كنت فاكر ان انا علاقتي بيكي باظت للابد وان انا افسدت كل حاجه معاكي وحتى مع كيت بنتي. وبيبص مش بيلاقيها، وبيقعد ينادي عليها، وملك الزومبي بيحضر جيش كبير وبيتحرك عشان يجيب حق مراته، وكيت بتكون مستخبيه في العربيه. وسكوت بيكون عارف بنته راحت فين، وماريا بتقول له هاجي معاك ومش هسيبك لوحدك، وبيقول لها شكرا. بس الزومبي بيظهر في الاسانسير وبيخلص عليها وبيقعد يضرب عليهم نار وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وفي واحد بيقعد يفاديه وبيمسك فيه بس بيقدر يخلص عليه وبيكون مهور على ماريا. والزومبي بيكسروا الاسانسير وبيهجموا على فان وديتر وبيقعدوا يضربوا عليهم نار، ومارتن بيعدي وبيقفل الباب في وشهم، واللي بتقول له عدينا بيقول لها ضحكت عليكم، بيقول لها واللي معايا يساوي 10 اضعاف اللي في الخزنه، وبيقول لها روح اقتل قائده المروحيه واهرب. وملك الزومبي بيظهر وبيضربوا عليه نار، بس هو لابس خوذه حديد، وبينزل لفان راجل لراجل بس بيكون اقوى من فان، وبيوقعه على الارض وبيقوم وبيوقعه تاني، وبينزل في ضرب وبيحاول يقوم تاني بس بيخنقه وبيكون هيعض، وديتر بيلحقه وبيدخله جوه الخزنه وبيقفل عليه، وبيقدروا يكسروا الحيطه. وبيروح مارتن يفتح الشنطه وبيلاقي لي بدايه الراس، والنمر بيكون وراه وبيحاول يتحرك بالراحه بس بيطيره وبيشده من رجله وبيحاول يوصل للمسدس، والنمر بينزل في ضرب وبيخلص عليه. وسكوت بيستعد هو واللي معاه وبيطلعوا وبيقابلوا زومبي وبيقعدوا يضربوا عليهم نار، وذخيره سكوت بتخلص فبيضربهم بالترابيزه وبيكمل عليهم. ومايكي زومبي بيهجم عليه وبيخلص عليه، ومايكي 2 بيمسكوه عشان يعدوه وبيخلص عليهم بس بيكون اتعض. وسكوت بيفتح نار على الزومبي، ومايكي بيشد فتيل القنبله وبيفجر نفسه في الزومبي، وملك الزومبي بيشوف رجالته وهما بيولعوا. وكيت بتدخل تدور على صاحبتها، وبيدرت بيكون موجود في المكان ومتحول، وباترز الطياره بتعطل منها، وملك الزومبي بيهجم عليهم، وليلي تمسك راس زوجته وبتصوب عليها المسدس، فبيهدى وبتقول لسكوت اركب الطياره وطير انا عارف انا بعمل ايه، وبيطير وبيحدف عليها حديده وبتلزق في الحيطه وبترمي راس زوجته من فوق وبتنفجر.
وسكوت بيقول لها تروح عند الفندق عشان يجيب بنته، وبتلاقي غيتا وبتفرح، وملك الزومبي بيتحرك ناحيه الطياره، وسكوت بينزل وبيقول لها ما تسيبوش وتمشي، وبيروح يدور على بنته وبينادي بصوت واطي عليها، وبيهجم بيدرت على واحده منهم، وبيسمع سكوت صوت ضرب النار وبيتحرك عليه، وكيت بتخلص عليه بس ملك الزومبي بيكون وصل وبيطلع يجري والزومبي وراهم. وسكوت بيجري بسرعه عشان يوصل لكيت، وبتخلص على كل الزومبي وبتضرب عليه نار بس مش بيتاثر، والطلق بيكون خلص وبيتحرك ناحيتهم، بس سكوت بيوصل في الوقت المناسب وبيضرب عليه RPG، وبيطلع يجروا للسطح بس مش بيلاقوا باترز، وبيكونوا يئسوا بس بتظهر وبتقول لهم كان المفروض اسيبكم بس بقى عندي ضمير، وبيركبوا الطياره وبيظهر ملك الزومبي وبينط وبيركب معاهم. بتكون باترز هتقع بالطياره بس بتحاول تمسك نفسها، وبيحاول ينشن عليه بس بيفادي الطلق، وبتيجي الطلقه في باترز وبتتصاب، وبتكون هتخبط بس بتفادي على اخر لحظه، وبيشوف الصاروخ وهو رايح يضرب المدينه، وكيت بتضرب الزومبي على دماغه، وسكوت بيحاول يمسك السلاح بس بيعضه، والصاروخ بينفجر وسكوت بيفجر دماغه وبيخلص عليه، والقنبله بتاثر على الطياره وبتقع وبتتكسر، وبلاي بيكون قاعد شايف خبر التفجير، وكيت بتفوق بتروح تنادي على ابوها، وبتلاقيه واقع على الارض وبتروح له وبتقول له ما تخافش دي جرح مش عميق، وبيقول لها انا فكرت كتير في الموضوع ده، احنا لازم نقدم لفائف في المطعم عشان الناس بتحبها، وبيطلع الفلوس اللي في جيبه وبيقول لها انا عارف انهم مش ملايين بس ممكن يخرجوا ولاد غيتا من المخيم، وبيقول لها انه بيحبها وانه فخور بيها جدا، وبيقعد يبص لها وبيسكت وبيبدا يتحول، وبتقوم تقعد تتاسف له وبتدي له طلقه عشان يستريح، وبتنهار بتقعد تعيط، بتيجي مروحيه الجيش لعندها، وبيبان حجم الدمار اللي حصل، وبيخرج فان وهو معاه الفلوس وبيقعد ينادي على اي حد، وبيلاقي عربيه وبياخدها وبيمشي، وبيروح على المطار عشان يأجر طياره وبتكون رافضه بس بيوريها الفلوس فبتغير رايها، وبيركب الطياره وبيشرب وهو مبسوط، وبيحس ان هو تعبان فبيدخل الحمام، بيكتشف ان هو معدود، وبتكون الطياره رايحه على المكسيك، وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.